السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا لينا الحل. لو في أي حد بتواجهه أي مشكلة ما ترددش وتواصل معانا وإحنا إن شاء الله نحاول نساعده. وللتواصل وعرض المشاكل هيلاقي كل التفاصيل متاحة تحت في صندوق الوصف. وفي الآخر ما تنساش اللايك والشير والكومنت والاشتراك في القناة عشان نقدر نوصل ناس أكتر ونساعد ناس أكتر. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من عدوى بتقول يا جماعة أنا متضايقة جدا، أنا متجوزة أنا وأختي 2 إخوات وقاعدين كل واحدة في شقتها في بيت واحد بس مش مع حماتي لأن قاعدة في بيت تاني. المهم هي بتيجي تزورنا من حين لآخر وشوية عندي وشوية عند أختي وأنا بحبها أنا وأختي، ولما بتيجي بيكون يوم جميل وبنفرح وبنعمل أحلى أكل ونفرفش فيه، ولما بتكون عندي تقول لي والله يا بنتي برتاح عندك ومعاكي أكتر ما بكون عند أختك وباخد راحتي معاكي، وأنا بتنفخ قوي ببقى عايزاها كده على طول وببسطها أكتر ونفضل نهزر ونضحك ونجيب في اكل وتسالي كتير. دلوقتي هي متخانقه معايا انا واختي، فاكتشفت انها كانت بتقول نفس الكلام لاختي وانها برضو بترتاح عندها اكتر مني، واختي كذلك تتنفخ فيها وتفضل تبسطها وتضحكها وتعمل احلى اكل وهزار وتسالي. يعتبر كانت بتيجي تتفسح عند كل واحده مننا وفي الاخر كل واحد مننا فاكر انها بتتبسط عنده اكتر من التاني. وعرفنا انها لما بتروح عند بنتها تقول لها نفس الكلمتين وانها بترتاح معاها اكتر مني انا واخواتي وبنتها. بقى بتعمل برضو ليها احلى واجب وهي عندها وهي وجوزها وفسحوها. في الاخر لما بيكون حماية موجود معاها في البيت تقول له انا بلاقيش راحتي غير معاك انت، هو يتبسط اكتر ويقوم واخدها مفسحها. دلوقتي هي طلعت بتضحك علينا كلنا وبتشتغلنا، احنا نعمل معاها ايه بعد كده؟ مبدئيا يا ست تفهم الموضوع غلط خالص، يعني دي نقطة. تاني نقطة، حماتك ما شاء الله عليها ست عسل، والله ربنا يبارك لكم فيها ويحفظها لكم يا رب. تاني نقطة عايز أوصلها لك، اللي بتعمله حماتك دوت مش من باب الكذب ولا من باب الغش ولا من باب النفاق. تمام، هي أنت ممكن تحسبها كده بس هو كذب مباح، إنها بترضي الكل وما بتزعلش حد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يعني بعد من زوجاته كانت بتسأله أنت بتحب مين أكتر، تمام، فكان مثلا بيدي لكل واحد، بيدي كام واحدة فيهم مثلا نواة بلح ويجي مثلا أو يديهم بلحة ويجي مثلا في وسطهم يقول لهم إيه، مين أكتر واحدة بتحبها يا رسول الله؟ فبيقول اللي معاها البلح. هو مدي لكذا واحدة بلحة فده البلح يعني. فالقصة مش ما تستصعبهاش، يعني قصة بسيطة. طب هي بتراضيك وهي مش عايزة تزعل حد، دي نقطة. آخر نقطة، يعني أنت ما تحطيش الموضوع في دماغك جامد، يعني فهمتيني؟ أنت مالكيش غير الظاهر، أنت مالكيش دعوة الباطن. والله هي سبحان الله، هي من جواها بتضمر ليك الكره، ما بتحبكيش، تمام، بس تيجي قدامك بتقول لك لا انت حبيبتي انت وكده، خلاص انت مالكي انت القلوب دي، تمام، والنوادي اللي ما يعلمهاش غير ربنا. ربنا بس هو اللي عالم بالكلام، بالكلام دوت، بان هي هل هي بتقول لك كده نفاق منها، رياء منها، بتكذب عليكي، ربنا لوحده ليه مش هتقدري تخشي جواه. فانت مالكيش غير الظاهر، والظاهر بتاعها اللي انت بتيجي دوت بتروح وبتخش عندك، تمام، بتتعامل معاك باسلوب كويس. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ فهي ما شاء الله يعني هي مش غلطانه خالص، وانت كبري دماغك من الموضوع دوت، يعني ما تستصعبيش الموضوع، ما تعمليش مشكله من لا مشكله. انا شايف ان القصه ما فيهاش اي مشكله، وده طبيعي، يعني اللي بتعمله حاجه حميده مش حاجه وحشه، وربنا يحفظها لك يا رب ويسعدك حالك. حرق دم من عدوى. انا اخويا متجوز وعنده ولدين، واحد 10 سنين والتاني 5. رحت زياره ليهم انا واخويا التاني وبنهزر مع الولاد عادي، فاخويا بيضرب الولد على التوته ويهزر، لقيت الولد بيرد ويقول له ما تعملش كده يا عم عيب. راح اخويا قرصه في التوته تاني، قال لي يا عم عيب ده اسمه تحرش وما تلمسنيش تاني. وانا ما سكتش وقلبناها خناقه مع مراته. دي لو ام محترمه تفهمش العيال الكلام ده وان هم صغيرين، يعني احنا هنتحرش بيهم؟ ايه دي وجوزها يقول لنا انا ومراتي معلمين العيال الكلام ده عشان المدرسه والحضانه، بذمتكم ايه رايكم؟ انا حلفت انا واخويا ما ندخلش بيتهم تاني بدل ما يجيب لاخوه حقه. بص، مبدئيا هم صح ما شاء الله، ربنا يبارك لهم، هم عارفوا يربوا. انتوا مالكوش حق تزعلوا، الغلط جاي من ناحيتكم انتوا. انا عارف انت على سبيل الدعابه وانت بتهزروا وكده، بس صدقني هي دي التربيه الصح. انت مش مقصوده حضرتك انت ولا اخوك مش مقصوده بالقصه، لا هم بيحاولوا يحمي اولادهم من اللي بره. ان العيل صغير مش هيقدر يفرق ان مثلا يقول لا دي عمته فانا ما اعملش كده، ان انا الحاجه دي انا اعديها وعادي ما مش مشكله. لا، الطفل لما تبقى انت واخد القرار قاطع، يعني يا ابني الحاجه دي غلط، سواء من صدرت مني من ابوك من اي حد من اخوك من اي حد، مبدا غلط صدقني، فدوت هيبقى افضل للطفل. في الاخر يا ريت تغيروا منهم بدل ما تزعلوا منهم انهم ما اخطاوش، صدقوني دي هي التربيه الصح.
يا جماعه الاستسهال دوت خطر كبير قوي احنا بنعملوه، غلط كبير قوي بنعملوه مع اولادنا. يعني احنا بنسهل لهم الحاجه الغلط وبنستسهل، مثلا لو نقول لا يا عم دي حاجه بسيطه تعدي، لا، لازم يبقى فيه خطوط حمراء الطفل ما يتجاوزهاش في مواضيع معينه، يبقى الخط ده خط احمر ما ينفعش تتجاوزه. حتى لو جيت تجاوز دوت من والدك او مني انا كوالدك او من امك او من اخوك، لا ما تقبلهوش، ان ده الصح. ان الموضوع صدقوني يا جماعه التربيه مش سهله، التربيه مسؤوليه كبيره جدا، وباذن الله ربنا يعيننا عليها. وفي الاخر ربنا يعيننا على تربيه اولادنا لما فيه طاعه ربنا وما فيه مرضاته باذن الله.